اهلا بيكم مع نونا. النهارده هنعمل مع بعض بسكوت باليانسون، بسكوت خفيف وجميل خالص. بصوا الوش الحلو ده بنتي اللي رسماه، بس ماشي يلا. معانا كوبايه دقيق وكوبايه زيت ومعلقتين ينسون كبار، بس نقيهم من الزلط علشان انتوا عارفين يعني. ومعانا بيكنج باودر وفانيليا وبيضايه، بيضه واحده بس. دلوقتي هنحط المكونات. هنحط البيكنج باودر ونقلبه تقليبة كده، لازم نقلبها في الدقيق، ونرجع نحط عليهم كوباية السكر برضو هنقلبها. ايوه كده، ونقلبه برضو تقليبة حلوة، ونرجع بقى نحط بقية المكونات. عندنا بقى كوباية الزيت، هنحط معلقتين اليانسون ونقلبهم كده تقليبة حلوة. نقلب كده المكونات كلها مع بعضها، ونرجع نحط تاني البيضة ونحط الفانيليا ونقلب كله مع بعضه علشان تبقى حلوة كده العجينة معانا. حطينا الفانيليا. بعد ما حطينا الفانيليا هنقلب تقليبة حلوة، ومعانا كوبايتين مية. هننزل بقى بالمية واحدة واحدة، هنقلب. ممكن ما نحتاجش الكوبايتين كلهم، فاحنا هنحط اول كوباية وبعدين نقلب، لو احتاجت هنحط الباقي. بصوا العجينة بقت حلوة في ايدينا، يبقى كده تمام خلاص. ومش كل العجين بياخد المية كلها. جبنا بقى القالب بتاعنا وبطناه بالدقيق، وهنبتدي ننزل العجين فيه. دهنا ايدينا كده دهنة زيت، وننزل العجينة علشان ايه، نعرف نفردها كويس في القالب بتاعنا، وما نسيبش حاجة عشان المكونات خلاص غليت. هنبتدي بقى نفردها في القالب لغاية ما تتساوى كلها مع بعضها. هنسوي بقى العجين بتاعنا كويس قوي في القالب اهو كده خلاص. هندخلها بقى الفرن ونرجع تاني اول ما تستوي. ادي البسكوت بتاعنا اول ما استوى. لازم بقى نقطعه وهو سخن علشان نبتدي نرصه في القالب وندخله الفرن تاني ونحمره على الجنبين. ادي البسكوت بتاعنا، هنطلعه ونرصه بقى في الصينية. رصيناه، ندخله بقى الفرن نحمره تحميرة حلوة ونرجع لكم تاني. ادي البسكوت بعد ما طلع حمرناه على الجنبين. بصوا حلو ازاي اهو، بصوا مقرمش، بصوا سامعين كده. خلصنا البسكوت بتاعنا، وهيبقى اوفر كتير قوي لما نشتريه من بره. كده خلصنا البسكوت بتاعنا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة. سلام.